وماذا سنفعل بشأن ابن تومرت؟ فحتى بعد أن نفيناه إلى أغمات ما ازداد إلا عنادا وإصرارا. ما بال هؤلاء العلماء؟ ألا يرون كيف طمع بنا ملك أراغون وملوك قشتالة والبرتغال؟ يهجمون علينا، يأخذوننا على حين غرة كلما وجدونا فرقا وشيعا، ونشبت بيننا الخلافات. ولكن ما أراه أن ابن تومرت ليس كغيره من الدعاة، فما تجرأ أحد من قبل على ما فعله، ولم يستطع غيره تأليب الناس مثل ما يفعل. أعلم أنه ليس فردا، وأعلم أن خطره علينا أشد من خطر أعداء الخارج. وهل تتركه حتى يستفحل أمره؟ وماذا أفعل إن أنا سجنته؟ يقولون سجن رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وساعتها يصير مثلا يقتدي به العشرات بل المئات. وإن أنا قتلته سرا أو علانية خرجت علي قبيلة هرغة مع بقية القبائل الأمازيغية، وساعتها أبيت بين نارين. أعلم هذا أيها الأمير، لكن تأخير الدواء أعظم خطرا من الداء نفسه. إن كان لابد من حرب يقتل فيها الأخ أخاه فلتكن، ولكن لا والله، لا يقال إن علي بن يوسف هو البادئ بالحرب. لا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة، ولا يكون الإمام إلا معصوما ليهدم الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل، وأن الإيمان بالمهدي واجب، وأن من شك فيه كافر، وأنه معصوم فيما دعا إليه من الحق، وأنه لا يكابر ولا يضاد ولا يدافع ولا يعاند ولا يخالف ولا ينازع، وأنه فرد في زمانه صادق في قوله، وأنه يقطع الجبابرة والدجاجلة، وأنه يفتح الدنيا شرقها وغربها ويملأها بالعدل كما ملئت بالجور، وأن أمره قائم إلى أن تقوم الساعة، وأن لنا به ليهدينا ويخلصنا مما نحن فيه من جور. لا بارك الله بنا إن قعدنا على باطل. فانظروا كيف طردونا حين خافوا منا على عروشهم. لكننا قلة والفساد عم البلاد، فماذا نحن منهم؟ ذلك كان الإسلام حين بدأ. فماذا ترى؟ أتبايعونني بدمائكم وأرواحكم وتعاهدونني في الله على أن نمضي في هذا الأمر؟ فإما أن نظهر عليهم أو نموت دون هذا. نبايعك نبايعك. وأنت يا عبد المؤمن؟ ما تخلفت عنك يوما منذ لقيتك، أو أفعل الآن؟ أبايعك في هذا. إذن فاعلموا أنني محمد بن تومرت، ونسبي يرجع إلى الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنني أنا المهدي.
ابن التمري هذا فعل ما لم يتوقعه أحد منه، فهو شوكة في حلق أمير المؤمنين. التمري؟ ماذا قلت؟ لا شيء يا رجل، قلت لك لا شيء، لم أقل شيئا ولم أفتح فمي. بل قلت شيئا وأنا سمعته. قلت لك اسمه ابن تومرت وليس التومري. ومن هو هذا التدمري؟ أهو أخوه؟ بل هو جد جدي الذي دعا على أبي وقال له: اللهم ابتلي حفيد حفيدي بقلب لا يخشع وعين لا تدمع وصاحب لا يسمع. معك حق. أترى هذا التمري أهو المهدي كما يقول؟ وإن كان كذلك ألا يجب علينا اللحاق به والقتال معه؟ ليتك تفعل، وليتهم يحبسونك ويأسرونك في بئر لا قرار له. ولكن إن لم يكن كذلك ألن يكون اللحاق به إثما علينا؟ انتظر يا معروف. يجب أن أسأل، ولكن أسأل من؟ علمنا عياض. للمهدي علامات أخبرنا بها رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما ابن تومرت إلا مدع يطلب دنيا. حتى وإن كان فهو يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أكان نبينا الكريم وهو مستضعف بين أهله، مهدد في حياته، خائف على دعوته، ومعه قلة من صحبه، أكان يكذب؟ لا والله، من يريد الحق لا يبطن الحق بالباطل ولا يدعي على الله كذبا. فإذا ابن تومرت على باطل ولا يجوز اتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءهم بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لا أوصيكم إلا بتقوى الله، وتذكروا أن النصر لا يكون بالعدد والعدة، وإنما يكون بقلة معاصيكم وكثرة معاصيهم. فأطيعوا الله يظهركم عليهم، لا تأخذكم فيهم شفقة ولا رحمة، فهم ساكتون عن الحق، أعوان للظالم، باعوا دينهم ليتمسحوا بنعال أسيادهم. هم اليد التي يبطشون بها وقلعة الكفر التي يتصورون خلفها. لا تظنوهم إخوة لكم في الإسلام، فهم إن قدروا عليكم نكلوا بكم وشنعوا بأهليكم. عبد المؤمن، يا من مني كأبي بكر من جدي رسول الله، أعقد رايتك ولا تحلها حتى ترفعها على جميع أبراجهم، فهذا ما وعدنا به وهذا ما سيكون. اطمئن يا أمير المؤمنين، والله ما أنا براجع حتى أدك حصونهم حصنا حصنا. اذهب على بركة الله.